بسم الله الرحمن الرحيم. ألف 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 مبروك. النهارده يعني بعد البيان العظيم اللي خدنا فيه درس في حب الوطن وإنكار الذات للفريق الأول عبد الفتاح السيسي، عايز أقول كلمة بس صغيرة أوي للشعب المصري كله بس للجيش الأول. كم أنت عظيم وغالي جيش مصر بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي. والله إنك لتستحق أن تكون فعلا تحوي خير أجناد الأرض كما وصفك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن أرواحنا فداء لك يا جيش مصر. أموالنا وأرواحنا وعقولنا وأبناءنا وكل ما خولنا الله سبحانه وتعالى إياه هو فداء لك يا جيش مصر. تحيا مصر بجيشها وشعبها قائدة للأمة العربية بل وللعالم أجمع. كرامتكم كرامتنا وأنتم منا في القلب، والله أنتم منا في القلب. لقد رفعتم كرامتنا فوق هامات العالمين. وأنتم يا شعب مصر العظيم، شباب مصر الواعد، إنكم أثبتم للعالم أن مصر مهد الحضارات بحق، وأنكم شباب مصر قائد الأمم. ضربتم للعالم مثلا يحتذى في الديمقراطية وفي الإصرار وفي العزيمة. حفظكم الله وبارك لنا فيكم. اللهم احمي مصر موحدة قوية بشبابها وجيشها وشعبها، والحمد لله الحمد لله رب العالمين. وأقول كما أمرنا الله سبحان الله وبحمده، أستغفر الله العظيم من كل ذنب. يعني عايز أقول للرئيس اللي جاي بعد كده إن شاء الله يكون اتعلم درس وعرف إن الدستور وإن يعني إن القانون اللي هيحطه على نفسه، وإن العقد اللي بيننا وبينه اللي هيحطه في الدعاية الانتخابية بتاعته هي دي العقد اللي بيننا وبينه. هينفذ اهلا وسهلا وعلى دماغنا من فوق، مش هينفذ الكل شاف. مفيش حاجه اسمها ان هو يحتمي باربع سنوات. دستورنا الشعب، دستورنا الاداء، دستورنا الاتفاق. والحمد لله العرس تم، الحمد لله الحمد لله العرس تم، الحمد لله خلصنا من الغمه. ومرحب بجميع شباب مصر من كل الفئات ومن الإخوان ومن غير الإخوان ومن السلف ومن غير السلف، من كل الفئات. نحن شعب مصر فخورين جدا 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 بجيش مصر، والحمد لله رب العالمين. ودلوقتي بقى آن للفرد أن يرتاح، وذهابا لأعلق فانوس رمضان في البلكونة. كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يجيب رمضان علينا بالسعادة والخير واليمن والبركات، ويحقن دماء المصريين ويعلي من شأن كل المصريين بإذن الله تعالى. نصر الله شعب مصر ونصر الله جيش مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك.